السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس بخير؟ كنتمنى ان شاء الله تكونوا بألف خير. اليوم ان شاء الله البنات غادي نشارك معكم الخبيزه ولا البقوله، كل واحد شنو يقول ليها. كتجي تبارك الله زوينه، وغادي نديرها ان شاء الله بالطريقه ديالي، وغادي تحتفظوا بها يعني في الثلاجه مده طويله. كنتمنى ان شاء الله تعجبكم، ونخليكم ان شاء الله مع المقادير وطريقه التحضير. يلا على بركة الله البنات. كنحتاجو في المقادير البقولة، يعني البقولة اللي ما كيعرفهاش كتجي على هذا الشكل. فوالا كنغسلوها مزيان وتنقطعوها. فوالا البنات كنقطعوها على هذا الشكل. كنحتاجو زيت الزيتون، كنحتاجو القزبر معدنوس مقطعين، كنحتاجو الحامض المصير والحامض العادي، كنحتاجو الثوم المهروس، كنحتاجو الزيتون وشويه ديال الفلفله، وكنحتاجو الملح، وكنحتاجو العطريه المخلطه، وكنحتاجو الكمون. فوالا البنات دابا غادي نشوفوا الطريقه ديال التحضير. بالنسبه للبنات انا البقوله ما كان يعني ما كنفورهاش، كنديرها يعني بهذه الطريقه باش تحافظ على يعني الفوائد ديالها. فوالا البنات كنديروها في الاناء اللي غادي نطيبوها فيه. كنديروا زيت الزيتون، فوالا كنديروا الثومه، كنديروا قزبر معدنوس مقطعين، كنحركو. فوالا البنات بالنسبه للبقوله راها بدات كتطلق الماء ديالها، والفوائد ديالها بهذه الطريقه كتجي زوينه وصحيه. فوالا البنات دابا كنزيدو الكمون، كنزيدو العطريه المخلطه، يعني فيها الابزار، فيها التحميره، فيها الكركم، فيها كاع العطريه اللي عندكم في الدار تتخلطوها وتديروها في الاكل ديالكم بهذه الطريقه. كتجي بهذه الطريقه سهله. كنزيدو الملح، وكنزيدو الحامض المصير والحامض العادي. ولا البنات نحركوها مزيان. من بعد في الاخر كنزيدو ليها زيت الزيتون، وغادي نسدو عليها الكوكوط. من بعد نشوفوا ان شاء الله الطريقه ديال التقديم. فوالا البنات بعد ما طيبات البقوله ديالنا ولا الخبيزه كتجي تبارك الله على هذا الشكل، كتجي رائعه والمذاق ديالها رائع. يمكن لكم البنات تحتفظوا بها في الثلاجه لمده طويله. كنتمنى ان شاء الله يعجبكم الفيديو، كنتمنى تجربوها بهذه الطريقه، ونتلاقاكم ان شاء الله في الفيديو الجاي. الى اللقاء.